سديت عينيا ولكن بقيت كنسمع الصوت ديال ادم وهو كيغوت وكيبكي وكيتعذب حدايا. كتضحك وكتشوف فيا واخا كان الفك ديالها مهرس، ولكن كنت متاكد باللي راه كانت كتضحك. عينيها كانوا كبار بزاف واحد الطريقه كتخلع، الفك ديالها كان محلول كامل بحال الا مهرس. انا سميتي خالد، عمري 16 عام، تولدت في مدينه القاهره بمصر. ملي ولات عندي 13 عام انتقلت لليابان بسبب العمل ديال الاب ديالي. كان خدام في واحد الشركه اجنبيه متخصصه في مجال التجاره. كان دائما كيتنقل من دوله لاخرى، كان في الغالب كيخلينا في مصر، ولكن هاد المره غيدينا معاه حيت غيدوز مده طويله بزاف تما. انا صراحه ما عرفتش واش نفرح ولا نتعصب حيت عندي صحابي بزاف هنا وعزاز عليا. اللي وصلنا لليابان ومن بعد مده قصيره كنتعرف على ادم اللي غيولي من بعد صاحبي. كان قدي في العمر وكيقرا في نفس المدرسه اللي انا كنقرا فيها، ولكن كان العكس ديالي تماما حيت هو كان فضولي بزاف، ماشي داك الفضول الطبيعي اللي ممكن يكون عند اي شخص. هو بالضبط كان كيعجبو عالم الجن والاشباح والقصص اللي كتخلع. المدرسه اللي كنقرا فيها كانت بحال المدارس اللي كنشوفو في الانيم، كلشي منظم وبالوقت. ولكن واحد الحاجه اللي كانت كتخلعني بزاف وهي اسطوره هاناكو سان، حيت كيقولوا باللي هنا فين كانت كتقرا. وباش ما نطولش عليكم، هاناكو سان كانت طالبه حشوميه وظريفه بزاف، كتقرا في نفس المدرسه اللي كنقرا فيها انا دابا. واحد النهار ملي كانت الحرب العالميه الثانيه تقصفات المنطقه اللي فيها هاد المدرسه، ولسوء الحظ هاناكو سان كانت في المدرسه. حاولت تخبى في الحمام ولكن طاح واحد الصاروخ ريب جزء من المدرسه وماتت هاناكو. الغريب في الامر انهم من بعد قرروا يقلبوا عليها ولكن ما لقاوش الجثه ديالها، اختفت بالمره. وكاين اللي كيقول باللي راه شاف شبح ديالها في الحمام، يمكن لك تستدعيها، ولكن في الغالب يا كتسطى او لا كتختفي. نرجعوا للقصه ديالنا. واحد النهار كنت انا وادم كنتغداو في المدرسه، حتى سمعنا فجاه البنات اللي مورانا كيتكلموا، وقالت وحده فيهم فراسكم راه عرفت الطريقه باش نحضر هاناكو سان. وبدات كتعاود ليهم في الخطوات. انا ما تسوقتش لداك الشيء حيت كنخاف بزاف من هاد القصص وكنعرف باللي النهايه ديالها ما كتدوش على خير. ولكن ادم كان العكس ديالي تماما، عاد ما زاد تحمس ودار عند البنات وطلب منهم الخطوات. في ديك العشيه كامله وادم كيحاول يقنعني نمشيو نجربوا. انا كنت رافض في الاول، ولكن مع الوقت عرف كيفاش يقنعني، اولا خلينا نقولوا باللي بغيت ندير ليه خاطرو وصافي. ملي وصلت 8 ديال العشيه تسللنا للمدرسه ودخلنا للحمام ديال البنات. انا كنت خايف حيت كانت تما الظلام بزاف وما يمكنش لينا نشعلوا الضوء. بقينا غاديين ومضويين غير بالضوء ديال التليفون حتى وصلنا لاخر باب في الحمام. الخطوات اولا الطقوس ديال الاستدعاء كتقول باللي خاصنا ندقوا الباب 3 د المرات بواحد الريتم يكون متميز ونعيطوا لهاناكو سان. من بعد ما دق غادي نسمع ادم وهو كيقول هاناكو سان واش انت هنا. كان واحد الهدوء كيخلع المده ديال 2 دقائق تقريبا. دار عندي ادم وهو مبتسم، يلا بغى يتكلم معايا، وحنا نسمعوا الصوت ديال الباب كيتحل بشويه ومعاه واحد الصوت كيخلع. أنا هنا. من بعد سمعنا واحد الضحكه كتخلع بزاف لدرجه اننا قررنا نهربوا، لكن قبل ما نتحركوا غنجمدوا بلاصتنا بسبب داكشي اللي كنا كنشوفوا. كانت قدامي واحد البنت شعرها كحل، حوايجها مقطعين، كانت مجروحه بزاف وهزه شي حاجه في يديها اليمنيه. كانت كتقرب منا وباش ما كتقرب الصوره ديالها كتوضح. عينيها كانوا كبار بزاف واحد الطريقه كتخلع، الفك ديالها كان محلول كامل بحال الا مهرس. ملي عاودت شفت يديها لقيتها هزه يد بشريه، ولكن ما كانتش يد عاديه بل كانت هذيك اليد ديالها الاخرى. كانت كتبكي بواحد الصوت كيخلع. ادم كان متسمر بلاصتو ما قدرش يتحرك، اتجهت لجهته وعلى غفله ضربته بيديها ونقزات عليه وبدات كتعض فيه. ما قدرتش انا نشوف داك المنظر، سديت عينيا ولكن بقيت كنسمع الصوت ديال ادم وهو كيغوت وكيبكي وكيتعذب حدايا. من بعد مده قصيره تحبس داك الصوت، قررت نحل عيني بشويه. لقيتها قدامي كتضحك وكتشوف فيا واخا كان الفك ديالها مهرس، ولكن كنت متاكد باللي راه كانت كتضحك. كثرت الخلعه ما قديتش نصبر، فقدت الوعي ديالي، ما عقلت على والو باقي، وما غنفيق الا على الصوت ديال البنات وهما كيضحكوا عليا حيت لقاوني ناعس في الحمام ديالهم. ديك الوقيته كان صباح الحال. مباشره من بعد ما فقت مشيت كنقلب على ادم، ولكن الغريب اني ما لقيتوش وما لقيتش حتى الاثار ديال الدم تما. قلت واقيلا راه خرج قبل مني، ما بقيتش عاقل واش داكشي اللي شفت بصح او لا. مشيت كنقلب على ادم في المدرسه كامله ولكن حتى واحد ما شافو. دخلت في صدمه وما بقيتش قادر نمشي لديك المدرسه. من بعد ادم صافي اختفى. قررت ما نعاود هادشي لحتى شي واحد في المدرسه ديالنا او حتى البوليس اللي كانوا كيقلبوا على ادم. وبالنسبه لهاناكو سان فرا كنشوفها كل مره كندخل فيها للحمام، ولكن ما كتقربش ليا، كتبقى غير كتشوف فيا وكتعطيني ديك الابتسامه المرعبه ديالها.